السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة حلوة بسيطة خالص، صوابع الجلاش بالسوداني، وهنضيف كده شوية اضافات للسوداني هتخليه تحفة. بصوا، مقرمش ومورق وطعمه حلو وسهل جدا. يلا بينا. يلا نبدأ بسم الله. معايا لفة من الجلاش قطعاها نصين، تمام. ومعايا هنا سوداني مفروم، بس مفروم خشن شوية، ومعايا شوية جوز هند ومعلقتين كبار سكر بودر، وهحط له معلقة كده من القرفة هيديله طعم جنان، وهقلب الخليط ده مع بعض. ودي الستيك بتاع الشيش طاووق جايباها ولفة عليها الورق بتاع الاسترتش علشان تبقى سهله معايا وانا بشيله. هقول لكم ليه دلوقتي. هنقلب الخليط ده اللي هو السوداني وجوز الهند وسكر البودره وقرفه مع بعض، ومعايا سمنه سايحه. هبدا بقى اخد انصاص الجلاش وابدا ادهن ورقه ورقه كده، نص نص من الجلاش. وهنعمل ايه؟ هناخد بقى الستيك بتاعنا ونلف كده كام لفه، وبعد كده هنبدا ناخد رشه من الخليط بتاعنا ونحطها. انا هنا حطيت معلقتين سكر بودره مع الخليط علشان الطعم يكون حلو. كده كده انا هسقيه شربات، فالطعم مش هيكون مسكر قوي، تمام. ونلف نلف بقى كده بالطريقه دي. وطبعا ايه، دهنة السمنه الحلوه كده بتاعتنا، ونكون محضرين كمان معانا صينيه مدهونه سمنه. بعد ما لفينا هنبدا بقى نكشكش كده بايدينا، نضم بقى كده الطرفين على بعض. بصوا بقى اتشالت بمنتهى السهوله ازاي. ورق الاسترتش تخنها شويه، وفي نفس الوقت خلاها كده تتشال ايه بمنتهى السهوله. وهنفضل نشتغل كده وهكذا لحد لما نخلص الكميه بتاعتنا كلها. ما تنسوش بقى اللايك الحلو بايديكم الحلوه وانتوا بتشوفوا الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني. انا بسنت ابراهيم وقناتي بوسي لايف. هتشرفوني جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. بس كده، كل واحده بقى هنعملها كده بنفس الطريقه، ونكشكش ونضم ونشد ونحط بقى نرص جنب بعض. بصوا بقى السهوله. طبعا هكون محضره الفرن معايا سخن، وهبدا ادخلها على درجه حراره كده 190 او 200، بس انا دخلتها يعني ايه على 190، وشغلت تحت بس لحد ما بدات تاخد لون من تحت ومن فوق. وبعد كده رحت مطلعاها. لو هي بدات تاخد لون من تحت ولسه ما خدتش معاكي لون من فوق، طفي من تحت وشغلي من فوق، بس انا كنت مشغله من تحت بس. يلا بينا اهو، كله كده بنفس التكنيك. خلصت خلاص كل الكميه اللي معايا. هبدا بقى اديها دهنه كده من السمنه. الاصابع الجلاش دي حلوه قوي وبتبقى مقرمشه، حتى لو قعدت يوم والتاني بتفضل مقرمشه. حلوه قوي في اعياد الميلاد، في المناسبات، في التجمعات. داخلين خلاص ان شاء الله على اجازه نص السنه، هتبقى حلوه قوي كده في القعده. لذيذه وسهله وما بتاخدش وقت وبتعمل كميه كبيره. يعني لفه الجلاش عملت معايا الصينيه دي، وعملت معايا واحده كمان صغيره. هبدا بقى اخد السكينه بتاعتي واقسم الصوبع نصين. هخلي الصوبع بقى الطويل ده هقسمه نصين، ولو عايزين كمان تقسموه 3 ممكن، بس انا كنت حابه يبقى قد صباع الايد كده. عشان كده بقول لكم انها بتعمل كميه ياما، يعني هتنفع معاكم جدا في المناسبات. وادخلها الفرن على طول. طلعت من الفرن اهي. بصوا القرمشه بتاعتها هديها على طول الشربات البارد بتاعها. والشربات انا عملته معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس هسقيها كده بالشربات واسيبها بقى لحد ما تهدى وتتشرب الشربات، وانقلها في صينيه التقديم. ان شاء الله ان شاء الله هتجربوها بالطريقه اللذيذه دي وهتعجبكم. وبصوا اللون الذهبي الحلو خدته معايا من فوق ومن تحت، وانا مشغله من تحت بس كده. وده شكلها في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.